في حكاية قديمة قوي، بس لحد النهاردة محدش قدر يفهمها للآخر. حكاية عن ناس عاشوا من آلاف السنين وبنوا حضارة لسه العالم كله مش عارف إزاي عملوها. الناس دول هم الفراعنة، اللي لما تبص على اللي سابوه وراهم تحس إنهم ما كانوش بشر عاديين. الأهرامات مثلا، تفتكر إزاي بنوها؟ ده كل حجر في الهرم وزنه عشرات الأطنان، ومحطوط بدقة كأن اللي بناه كان معاه ليزر مش مطرقة، ولا في أجهزة ولا في تكنولوجيا. وبرغم كده محدش قدر يعمل زيهم تاني، ولا حتى بالآلات الحديثة. في ناس بتقول إن الفراعنة كان عندهم علم متقدم، علم عن الطاقة والصوت والموجات، قدروا بيه يحركوا الحجارة من غير ما يلمسوها، ويبنوا مباني محكومة بالنجوم والكواكب. وفيه اللي قال إنهم اتواصلوا مع كائنات غريبة علمتهم الأسرار دي. بس الحقيقة المصري القديم كان عبقري، بيفهم الكون بطريقة إحنا نفسنا لسه بنحاول نفهمها. بص على نقوش معبد دندرة، هتلاقي أشكال غريبة كأنها مصابيح أو أسلاك. بيقول الفراعنة كان عندهم كهرباء، بس علماء الآثار بيقولوا دي رموز دينية. إنما اللي بيخلي الناس تشك إن نفس الرموز دي اتكررت في حضارات تانية بعدهم بآلاف السنين. يعني يا ترى مين خد من مين؟ الفراعنة كانوا فاهمين إن الموت مش نهاية، كانوا شايفينه باب لعالم تاني. عشان كده بنوا مقابرهم بدقة فلكية، كل معبد وكل هرم متوجه ناحية نجم معين في السماء، نجم الشعرى اليمنية، اللي كانوا بيعتقدوا إنه طريق الروح بعد الموت. يعني كل حاجة عملوها كانت محسوبة، ولا حاجة بالصدفة؟ ولما اتفتحت مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922 الدنيا قامت. الناس اللي دخلوا المقبرة بدأوا يموتوا واحد ورا التاني، فالعالم كله قال دي لعنة الفراعنة. بس بعد سنين العلماء اكتشفوا إن جوه المقبرة كان في فطريات قاتلة اتجمعت آلاف السنين، ولما فتحوا الباب اتنفسوها وماتوا. يعني حتى اللعنة دي فيها علم، مش سحر ولا خرافة. أما التحنيط ده بقى لغز لوحده. إزاي جثث اتحفظت 3000 سنة ولسه ملامحها باينة؟ حتى بأحدث تكنولوجيا التحنيط دلوقتي محدش قادر يعمل زيهم. كان عندهم علم رهيب بالجسم والروح، وعارفين إزاي يحافظوا على الطاقة اللي جوه الإنسان علشان لما الروح ترجع تلاقي جسدها زي ما التروجن. هو والمثير إنهم كانوا شايفين إن كل حاجة في الكون ليها طاقة، الحجر، النيل، النجوم، وحتى الكلمة اللي بتتقال. كل نقشة على الجدران مش مجرد رسمة، ده رسالة فيها رمز واهتزاز ومعنى. وكل تمثال كانوا بيعتبروا إن جزء من روح صاحبه فيه، يعني لو كسرته كأنك موتت صاحبه تاني. ولحد النهاردة كل ما العلماء يكتشفوا حاجة جديدة عن الحضارة الفرعونية يلاقوا وراها لغز أكبر، كأن الفراعنة سابوا وراهم شفرة زمنية، وكل ما نحاول نفكها نغرق أكتر في الغموض. مصر يا صاحبي مش بس بلد التاريخ، دي بلد الأسرار، بلد حضارة عمرها 7000 سنة ولسه بتتكلم من غير صوت. يمكن لما نفهم سر الفراعنة نفهم نفسنا، ونعرف إنهم ما كانوش متقدمين علينا، إحنا اللي لسه متأخرين عنهم.